راه كاين خلل من البدايه. دابا غنعطيك مقارنه بسيطه. هذا التعليم قطاع استراتيجي، الصحه قطاع استراتيجي. علاش الصحه مباشره تحل المشكل، مباشره بدات تحرك القطاع مباشره، عمليه ديال التواصل مباشره، انتهى الامر في الصحه. كاينه ولا ما كايناش؟ فعلا. علاش هادو جوج قطاعات حكوميه وجوج قطاعات استراتيجيه باش ما يكونش شي واحد هنايا. لانه منذ البدايه في الصحه مثلا كان تدخل ديال مجموعه ديال الناس عارفين مسيسين، عارفين الامور كي دايره من الاول. كان نقاش حل المشكل منذ البدايه، ما خلاوش يكبر. كان يكون كبر المشكل ثاني الصحه مشكل كبير ثاني في هذا الجانب. دابا التعليم من الاول اودي انتبهوا، راه وقع الخلل وبقات كدير الاخطاء. نرجع لهذه القضيه. شوف راه التدبير ديال هذا الملف من الاول ما مقادش من الاول. دابا غير واحد السؤال هنا، دابا شنو فيها كون جبنا هذوك التنسيقيات وجلسنا معاهم؟ شنو هو المشكل؟ شنو دابا النقابات نتوما ما كتاثروش كل شيء. ماشي نبقى نفكر انا، ماشي ضروري انني ديما خصني نفكر بواحد الطريقه ديال راه هاد النقابات اي سيدي من عندهم التمثيليه القانونيه ديالهم وغيرها، ولكن شوف الميدان اشنو فيها كون جبنا هاد الناس ديال التنسيقيات فتحنا لهم مجال وتناقشنا معاهم. حتى هما راه كيمثلوا واحد الفئات. غنبداو بهذه الطريقه وكيجيبوا لنا التكنوقراط كيقول لك كيعرفوا يدبروا الخلافات. ترى الخلافات بهذه الطريقه تنزل الارض تهضر مع المنصف التنسيقيات ما فيها والو. ماشي يقول لي لا وتجي يجي النقابي يقول لي لا ما تجلسش مع التنسيقيات. اسمح لي يا الاخ، جلسنا معاك انت عطيتي الاراء ديالك، ولكن راه ما كاينش حتى بوحدك. ما غنبقاوش نديروا هذه القضيه، لا ما غنبقاوش نقولوا لا نجلسوا مع النقابات ما نجلسوش مع التنسيقيات. هذه الاولى. دابا انا عطيت مثال قبيله، وزاره الصحه باقي الله تحركت المطالب مباشره، عندهم ناس حريفيه اللي مشاو جلسوا وتناقشوا حلوا المشكل. حتى هما عندهم نقابات، انا كنعرف نقابات ديالهم، هذوك هما النقابات ديالهم وعندهم نقابات وعندهم يمكن يديروا لا الوزير ولد القطاع سي عبد الرحيم، الوزير ولد القطاع والناس اللي معاه حتى هما ضابطين الامور، مشاو حلوا المشكل. هذه حكومه وحده، هذا قطاع دغيا تحل المشاكل ديالو، وهذا قطاع بقى هو باقي واحد دابا، وباقي التلاميذ برا. ثم هذه القضيه غنسول واحد السؤال، هذا الشيء غيمكن تسترجعيه في سيمانه. انت كي داير هذه السيمانه والناس جالسين مده طويله، هذيك دير هذه السيمانه واحد المذكره شتانا. هذيك المذكره قبل ما نجي لهذه القضيه ديال المذكره شنو فيها واحد اللغه ما مقاداش امنيه راه قلتها لسيناو. هنا ماشي انه تبدا وزاره دير المشكل وتقول السلطات المحليه تدخلوا ولا وشويه. دابا هنا غنوليو في هذه القضيه ديال هذا هو التفكير ديال التكنوقراط، ديروا مشكل وخليو لا حلوا المشكل ديالكم نتوما، ما فيها باس. تناقشوا مع الناس. راه وصلنا لواحد القضيه، وصلنا لواحد المساله، شنو هي؟ صافي ما بقى المشكل فين يزيد. راه ما عرفتي راه شحال هذا ما قراوش الناس. كاينه واحد الفئه راه دخلات، بقات واحد الفئه برا. هذيك الفئه برا راه القضيه ديال العقوبات بهذه الطريقه ديال العزل وكذا سيما ماشي حل. اش غدير اصاحبي؟ تقول لك عبد الرحيم قانون الوظيفه العموميه، تقول لك قانون الوظيفه العموميه. اسمح لي، هذا الشيء راه دار في 81 ودار مشاكل. خلينا من الهضره ديال رجعوا الناس يشوفوا شويه. هذا الشيء راه في 81 كان كيدار الناس ديال البريد وكذا. لا اسمح لي، ماشي وصل بعدا حط هذاك النظام الاساسي، حط هذه الامور هذه، ومن بعد عيط على التنسيقيه تقول لهم هذيك ما لكم شي درنا. احنا درنا داك الشيء اللي طلبتوه، احنا درنا واحد المجموعه ديال الحوايج وعاونونا. راه هاد الناس هذوك يسمعوا هذه القضيه بهذه العباره يدخلوا. وتخيل معايا كما قال السي حتى حنا متفق معاه، وتخرج دابا واحد هو عائلته تلوح في الزنقه، اش غيدير؟ راه مشكل كبير هذا. راه صعيبه بزاف. هذا راه مش عليك تنوض تروحي تقولي العزل سهله. انا شفت واحد المجموعه ديال عباد الله هما كيكتبوا وكيقول لك نديروا ولاو باغيين كيدير يحكموا على الناس. لا شويه، راه كاين الحوار وعطيتوا الناس، شرحوا للناس، جلسوا مع الناس، جيبوا التنسيقيات. مالها التنسيقيات مالها شنو؟ واش التنسيقيات كاع جيب التنسيقيات ومن بعد لما بغاتش تقول ودي التنسيقيه راه ما بغاوش ما بغاوش حل. ماشي انك تنوز مباشره تقول غنديروا الاجراءات ما جاش على العزله مباشره او راه القانون ديال الوظيفه فيه مباشره. السي عبد الرحيم وانا ما عندهمش، واش عندهم السلطه؟ دابا الوزير عنده السلطه القانونيه باش يعرف هذاك السلوك يقول انه هذا تغيب غير مبرر. يجيبوا لنا القانون، يجيبوا القانون التنظيمي للاضراب، يجيبوا القانون التنظيمي للاضراب. اسمع لي يا سي محسن، متى كان العزل حل؟ ترى كاين حلول اخرى. كيفاش تنوض تجري على واحد؟ واسمح لي دابا فين غيمشي؟ اش غيدير؟ انت ترقصي انتم دابا راه غتبدا تبات. وقفتوا الناس، حيدتوا لهم، درتوا اقتطاعات، وغتقول لي نوض سير فين غيمشي؟ ترى واحد وراه عائله، راه خصنا نفكروا. راه جانب ديال القانون كاين، ولكن امتى؟ راه القانون في الاصل ديالو اجتماعي. اجتماعي. هنا القانون انعكاس ديال التوازن ديال كيوحطوا الناس اللي يجيبوا النقابات، يجيبوا مالها التنسيقيات، شنو المطالب، اشنو نجلس معاهم حتى شنو المطالب ديالكم، شي حاجه يمكن نديرها، شي حاجه ما يمكنش نديرها، ونخرج واحد النظام اساسي مقاد. وشوف عاد التكلفه دابا نهضروا على التدبير. دابا خلينا هاد الناس هادو غيسمعونا حنايا، غادي راه الا يخرج راه خرجوا كيقول لكم انتم حنا كنناقشوا غاديروا لنا سيدي حنا كنناقشوا. دابا شوفوا لنا التكلفه ديال شحال، وشوف شحال ديال الوقت مشى، وشوف شحال ديال الوقت الناس في الشوارع، شوف التلاميذ شحال هما جالسين. حتى هادشي ما كنديروا ليه حنا. هو صاحبي، ما هذا المشكل كاع ما عندوش حلول. واحد القضيه خص تعرفها،
هذه تعلمناها، انا سمح لي نهضر معاك، تعلمناها في السياسات العموميه. شنو هي الحل؟ ديما كاين، راه التشخيص اللي كيكون خلل، ما عمرك تقول لي ما كاينش حل. التشخيص اللي كيكون خطا، الحلول ديما كاينه، عاد انت خصك تكروشي تشخص مزيان فين كاين الاختلال، ما فيها والو. الحوار على مال الناس ما نعيط عليهم نهضر معاهم انا، واخا تنسيقيات، ولكن راه كيأثر. انا بالنسبه لي واحد جمع 20 واحد مثلا، جمع 20 في واحد البلاصه، نوض ديال الصداع، نقدر نعيط عليه نقول لي اسمح لي حتى شنو المطالب ديالك، ونقنعو نقول لي شوف دابا ها الخريطه قدامي، ها الناس اللي معاهم، ها التمثيليه كي دايره، ها هي انتم راه مثلا تنسيقيات عندهم دابا، راه بان بانه عندهم، بان بان عندهم، ونقول شي نقابات نقول لهم انتم راه ما بقيتوش شادين هذا القطاع بزاف، هو انتم عاونونا شويه ما فيها باس، هذا الشيء راه كيتحل بهذه الطريقه هذه الطريقه، ولكن ماشي ناخذوا القرار نقولوا غنبداو نعزلوا في الناس. هو صاحبي راه ماشي قرار هذا، راه هذا غينوض صداع. راه كاين البعض كيقول اي نطبقوا القانون وهادو داروا، هادو راه ما كيفكروش في الامور ديال راه صعيبه. راه يرجعوا ثاني، ديما انا كنقول اودي يرجعوا للتاريخ ديال المغرب، حنا ما بقيناش واصلين. راه في الاداره، راه في الاداره، شوف انا بالنسبه لي في الاداره المسؤول اللي هو مدير ولا رئيس قسم ولا غيره رئيس مصلحه وكيكتب الموظفين خصو يمشي بحاله، لان ما يقدرش يحل هذا، خصو يحل المشكل. شي القضيه ديال الكتبه، الكتبه خصو يمشي بحاله، ما خصو يمشي بحاله، لان ما كتحلش مشاكل بالكتبه، ما كتحلش بهذه الطريقه هذه. دزنا انا دوزت الاداره ودزت مع ناس في التدبير، فهمتي ولا لا؟ دزت مع واحد المجموعه كندوي معاه يقول لك نكتب لك، انا كنعقل واحد القضيه، واحد كيقول كتب، كيقول لك نكتب، فهمتي. ولكن كانوا ناس اللي كيعرف يوظفك، كيعرف يحطك في واحد البلاصه، كيعرف انه ما يدخلش معاك في الصداع، لان الاداره اللي راه الاداره اللي فيها الصداع بزاف، معناه راه المشكل ماشي من الموارد البشريه اللي كاينه، المشكل من المسؤولين اللي كاين ديال الاداره. وهذا المشكل راه طال بزاف دابا، هذا المشكل طال بزاف، وكيفاش ما كاينش حلول كاع، ما كاينش حلول. راه ما كاينش هاد الناس ثاني نقولوها باش نصفوا ثاني ما يمكنش ان هاد الناس هادو دير لهم المطالب ديالهم كاملين، ما يمكنش. ولكن فعلا هادشي اللي قلت لك، ولكن ما تعزلهمش، ما تبقاش دير العزل هو ديك المنظومه يحس بانه كاين. ثم انا ديما كنفكر، انا اسمح لي من خلال التجربه دابا انا صراحه كاين واحد الاشكال. انت شوف اكبر مستفيد راه ماشي الاستاذ، لقينا المدير والمقتصد ولقينا شي وحدين اخرين اللي ما خرجوش كاع ما داروش الاضراب، وربما قال لك هذه. اسمع لي، انا راه عندي الاستاذ والقسم، هنا هذه الفئه الكبيره، راه يمكن يجي يحل القسم اذا خدام ما كاينش مشكل، ولكن هي الفئه الكثيره، فهمتي، هي الفئه الكثيره متفقين، وكتبقى غادي مستويات معينه. الفئه الكثيره شكون هي؟ ملي كتقدامي الخريطه انا هي الفئه الاساتذه. شوف كاين خلل منذ البدايه، ما نظنش بانه ما يمكنش الحكومه تعطي كل شيء، ولكن ما يمكنش ثاني واحد الفئات ما يبان لها والو. هنا فين كتبدا المعادله هنا. ولكن باش نقولوا ودي غنمشي للعزل، انا بالنسبه لي غادي تكون مشكله كبيره، لان هنايا هاد الناس اللي كيقولوا راه ما كيفكروش اجتماعيا. شوف سي عبد الرحيم، غير واحد المساله، انا بحكم التجربه كاين هذه المساله راه في القطاع الخاص وما كدابش. كاين دابا شركات، شوف انت كتعرف المناطق المنجميه، السي نعوم راه ولد منطقه منجميه بالمناسبه، وانا كذلك. المناطق المنجميه في المغرب دابا كاين واحد العرف تاسس، انه الشركات الخاصه اللي كتجي تشتغل في مشاريع مرتبطه مع مؤسسه شبه عموميه، حنا راه كنعرفوها بدون ذكر الاسم، راه ما تجي كاين توافق واحد العرف ما بين السلطات المحليه وما بين المؤسسه، ممنوع تجري على شي واحد، كتجي خاصك تاخذ هذوك الناس اللي كانوا خدامين، لانه ضمان السلم الاجتماعي، وهذه مقاربه كنعتبرها ايجابيه. فما بالك انت في الحكومه وزير التعليم تجي وتبغي تطبق هذا المبدا ديال الفصل والعدل. السؤال واش النقابات دابا تمشي في هذه القضيه؟ النقابات تمشي في هذه القضيه ديال طرد العزل ديال الاستاذ؟ واسمح لي لكن كنعرفوا النقابات دابا. هذا الاستاذ مثلا اللي كنعرفوا، انا نقول لك واحد الحوار كان داروا السي نوبير الاموي الله يرحمه في هذا النهار هذا، كان كيهضر على الحزب والنقابه، وكيهضر على قال لك اودي النقابه، قال لي مرا النقابه راه خدمه اخرى، النقابه راه عمل اخر كيدار، راه كتدخل عليك واحد السيده جيبها مع 5 دراري واحد المراه، عندها واحد الراجل اللي تصاب ولا جراو عليه في حادثه، تصاب في واحد الحادثه ديال المعمل ولا جراو عليه ولا طردوه، كتدخل خاصك تحل لها المشكل، والنقابه خاصها تفكر هنا. ودابا هذا الرجل التعليم لا نتي وطراتي فين غيمشي دابا؟ السؤال فين غيمشي؟ هو صاحبي ترى شويه ديال ماشي المشاكل كتحل بحال هكا، ماشي المشاكل كتحل هكا، حنا ماشي روبوت، حنا بشر. هاد الناس هادو عندهم مطالب، الحكومه عندها اكراهات، وهنا فكروا او دير الحكومه، نقولوا الحكومه راه ما يمكنش تعطيك كل شيء، ولكن شويه استاذ رحيم راه هاد الناس هادو ديال التعليم بلاتي حنا دافعين عليهم من الاول، حتى هما راه غيوصل واحد المرحله يقول لك وفعلا حتى هما ما يمكنش، راه البشر هذا ما يمكنش واحد الوقت غيبقى غادي وغي هو براسو يقول لك راه عطاونا شي حاجه صافي بركه، عطاونا شي حاجه صافي بركه. ثم هنا
تما لا تنسيقيات مالهم اخويا، مالها شنو مالها تنسيقيات؟ او اسمح لي تنسيقيات بالعكس. احنا هضرنا على المرحله ديال عباس الفاسي ياك، راه كانوا تنسيقيات كيتناقشوا، كانوا هذيك الساعه في المدن في الولايات كانوا كيتناقشوا مع التنسيقيات على في الرباط كان بالمناسبه المحضر ديال 7 اكتوبر سي عبد الرحيم حكمت لهم المحكمه الاداريه كمان 7 اكتوبر 7 يوليو عفوا. لا بلاتي، واش هذا اللي دار تنسيقيه؟ راكم كانت النقابه مقاده ما غيديرش تنسيقيه، هو جمع تنسيقيه يقدر يمثل المساله هي يقدر يجمع الناس. هنا فين كاينه يقدر يجمع الناس وجاي الا لقيتو اخويا ما عنده شي خطاب ماشي مقاد غنقول لي اسمح لي ما غنتحاورش معاك انا، اسمح لي. ولكن انا كنظن بانهم عندهم مطالب وراه تما غتقدر تقنعيه، غير يكون عندهم ناس كيتحاوروا تقول لي اسمح لي ترى هذا الشيء اللي كتقوله الاخر ما يمكنش مثلا، راه غيفهم راسو وغادي يخرج شتي في الحوار مع التنسيقيات. الحوار في حد ذاته الحوار في حد ذاته راه كيمتص الغلايا الحوار. اسمح